من كتر ما بيكون نفسنا ولادنا يطلعوا كويسين بنستخدم معاهم كل الطرق الصح والغلط علشان نحفزهم ونتأكد ان هما فعلا هيطلعوا ناس كويسة. واحدة من الطرق الغلط دي هي ابتزاز المشاعر. وقبل ما تتخانقوا معايا تعالوا اوصف لكم يعني ايه ابتزاز. ابتزاز يعني ان انا في علاقتي مع حد قريب مني امسك له كده كارت من بعيد واكتب عليه حب، تقبل، تسامح، واقول له مش هتاخد مني الحاجات دي غير لما تديني كذا وكذا وكذا. انجح في الامتحان، انجح في البطولة، اثبت انك انسان كويس، صلي، صوم، اعمل. كل ده لما تعمله ساعتها انا هديك حبي واعتزازي. وده الابتزاز الطبيعي في علاقتنا بولادنا، ان هم ياخدوا مننا الثلاث فيتامينات دول من غير شروط. لما بنحط لهم الشروط الموضوع ده بيكون ليه نتائج عكسية كتير في نفسية الصبيان والبنات، وده اللي هنتكلم عنه في كام فيديو جاي قريب. وازاي نطلع احنا كمان من الموضوع ده لو احنا ككبار كنا واحنا صغيرين ضحية ان انا عايز انجح في الحياة واثبت نفسي علشان مامتي او بابايا يحبوني ويتقبلوني.